حبايب قلبي وحشتوني قد الكوكب، وعشان كده جايلكوا بمسلسل صيني جديد. وما تقلقوش هلخصه كله عشان خاطر عيونكم، بس ما تنسوش قبل ما نبدأ تحطوا لايك للفيديو وتوصلوا ل10,000 لايك، وما تكسلوش يا حبايبي عشان تدعموني، وكمان اشتركوا في القناة. عايزين نكمل ال500,000 ومستنية رأيكم تحت في التعليقات. ويلا نشوف الملخص. قصتنا بتبدأ مع بطلتنا يو، هي قاعدة وحيدة شريدة حزينة قدام قبر باباها. فبنرجع بالزمن كام يوم لورا وبنعرف انهم كانوا راكبين العربية سوا، بس فجأة عملوا حادثة. ولما بتفوق بتلاقي نفسها مخطوفة، والعصابة بتطلب منها تتنازل عن الشركات، وده لأنها الوريثة الوحيدة بعد موت باباها. وفجأة بيقتحم المكان بطلنا الهلام تشين، ومش محتاجة أقول إنه بيكسحهم كلهم وبينقذها. ودلوقتي بقى بنشوف عيلتها الأصيلة وهم في العزا، وبدل ما يزعلوا أو يعيطوا على أبوها بيبدأوا يفكروا في الورث ومين اللي هيمسك الشركات. بينما تشين بيطلب من يو إنها تجمد، وده لأن خلاص أعدائها هيبدأوا يظهروا، ولو حسوا إنها ضعيفة هيوقعوها، فبتستجمع قوتها وبتروح العزا. وبعد كام يوم عمها الأصيل بيعمل حفلة كده عالضيق، يا شيخ طب راعي إن أخوك لسه ميت، وبيبقى مجمع العيلة كلها عشان عايز يمسك إدارة الشركات فبيدعموه. لحد ما يوب تدخل وبنعرف إنها بعد الحادثة مش بتقدر تمشي كتير لأن رجلها وجعاها، فبتقعد على كرسي متحرك. وبنشوف بقى قرايبها الحنينين وهم بيتريقوا عليها، وكمان بيتمنوا لو كانت ماتت مع أبوها، ولكنها بتفاجئهم لما بتطلع لهم خاتم العيلة، وبنعرف إن اللي معاه الخاتم بيمسك إدارة الشركات. وكمان أبوها تعب عشان يكبرهم، فعمها بيقول لها طبعا أنا وإنتي واحد. وبيقرروا يحتفلوا بالمناسبة دي، فبيديها مشروب حاطط فيه مادة مخدرة، وبتحس إنها دايخة وبتبقى عايزة تروح الحمام، وطبعا تشن مش هينفع يدخل. فبتيجي واحدة من قرايبها وبتعرفها إنها هتساعدها، ولكنها بتاخدها على أوضة وبتحبسها. وبيبقوا متفقين مع راجل واخد يقرب منها، وكمان بيتصلوا بالصحافة عشان يفضحوها، ولكن لما بيدخلوا بيتفاجئوا إنها مع تشين، واللي حس إن في حاجة غلط وعشان كده فضل يدور عليها لحد ما أنقذها. ويو دلوقتي بتعرفهم إنها في حضن تشين خطيبها ومحدش فيهم ليه دعوة. ولما بيرجعوا البيت بيتضايق لأنها استغلته، وبيعرفها إنه مجرد حارس مش أكتر. فبتترجاه يمثل إنه خطيبها لحد ما تلاقي اللي موت والدها، وساعتها هتديله مكافأة كويسة. فبيوافق، ولما بيرجع البيت بنلاقيه حاطط صور ليها، واضح كده إنه كان يعرفها. وتاني يوم بيوصلها الشركة، وبنشوف مجموعة من الموظفين وهم عاملين جلسة نميمة، وبيبقوا شايفين إنهم لايقين على بعض خالص كأنهم طالعين من رواية. ولما بيلاقوها معدية من جنبهم بيسكتوا، بس النميمة بتاكل لسانهم، فبيكملوا على جروب الشركة. لو ركزتوا في شغلكوا كان زمانكوا في حتة تانية. ويو دلوقتي بتصوت لأن مبيعات الشركة بتنخفض، وبتبدأ تفتش في مستندات والدها، ولكن كانوا هيقعوا عليها لولا إن تشن بينقذها. وبتستغرب بيعمل إيه، فبيعرفها إنه موجود في أي حتة. وتاني يوم بيكون في اجتماع عشان ينقلوا لها ملكية الشركات رسمي، ولكنها اتخطفت تاني والعصابة بتأمرها تتنازل. في الوقت ده تشن عمال يدور عليها زي المجنون، ولما بيزهق بيخلي صاحبه جون الهاكر الجامد يتعقب مكانها، وده لأنهم مهكرين تليفونها زي ما انتوا عارفين، وبينجح فعلا يوصل لها وبينقذها. وبيبقى عايز ياخدها المستشفى لأن رجلها اتعورت، بس بترفض عشان ما تتأخرش أكتر من كده فبيعالجها. ونرجع بقى للاجتماع مع عمها اللي بيعرفهم إنها كده اتأخرت، يعني مش بتحترمهم ولا بتحترم المواعيد، فهو اللي هيمسك مكانها. والخبيث بيبقى موقف لهم طقم حراس في السكة عشان يمنعوهم من الدخول بأي طريقة. بس كل ده مش بيفرق مع تشن الجامد اللي بيضربهم حتى وهو شايلها، 5 عليك يا جوزي من عين اللي حواليك. وبتعرفهم إن في حد حقير خطفها، فبيتعاطفوا معاها واللي هو ازاي ده احنا كنا مستنيينك. وعمها بيقول لها فداكي كل حاجة يا بنت أخويا، انت من النهاردة رئيستنا. وبتفضل ماسكة نفسها لحد ما الاجتماع بيخلص، وبعد كده بيغمى عليها في أحضان تشين اللي بيروحها البيت، وبيفضل قاعد جنبها وبيهتم بيها. ولما بتصحى الصبح بتصوت، وده لأنه غير لها هدومها فبيفكرها إنه خطيبها. فبتستغل الفرصة وبتبدأ تقلعه القميص، لا احترموا نفسكم أنا موجودة، وده لأنه امبارح اتضرب على ظهره واتعور وهي عايزة تطمن عليه. والوضع بيبقى ملتهب لحد ما بيجيلها اتصال من تان صديق طفولتها، وبيبقى واقف برا البيت وجاي يطمن عليها. فتشن بينزل يفتح له، وبيستغرب انه موجود، وبنلاحظ كده ان محدش من الرجالة طايق التاني، وعشان كده تان بيخليها تمشي تشن لأنه محتاجها في موضوع مهم. وتان بيوريها فيديو الحادثة وبيعرفها ان في واحد من رجالة عمها كان موجود، وهم لازم يكسبوه في صفهم عشان يعرفوا الحقيقة، وبيستغلوا ان عيد ميلاد عمها النهاردة وبيروحوا. وطبعا كل قرايبها الحربايات بيبقوا غيرانين منها وبيبدأوا يتريقوا عليها، وبيتهموها انها واحدة مش محترمة عشان جاية مع تان، فبتعرفهم انه صديقها مش اكتر. وبيبقوا اصلا حاطين عينهم عليه، وده لانه اشهر ممثل في البلد. ويو بتستغل ان عمها مشغول في الحفلة وبتطلع على مكتبه وبتبدأ تدور فيه، وفجأة بتستخبى ورا الكنبة لما بتسمع صوت حد جاي، والمفاجأة ان ده بيكون عمها ومعاه تشين. وبتتصدم لما بيتكلموا، وبتعرف ان كان في اتفاق سري ما بينهم وان عمها بياخد معلومات من تشين، فبتخمن انه جاسوس وكان بيكذب عليها طول الفترة اللي فاتت عشان يستغلها.
وفجأة بيجي ناحيتها، وده لأنه كان عارف إنها مستخبية وبيطلب منها تطلع لأن عمها مشى خلاص. فبتعرفه إنه هيندم على خيانته ليها، وبعد ثانيتين بيستخبى جنبها، وده لأن عمها داخل. وبنعرف إن هما الاتنين جايين هنا عشان يدوروا على نفس المستندات ولكن مش بيلاقوها، وده لأن عمها الخبيث عمل حسابه وخباهم في حتة تانية. وأول ما بيطلع بيحاولوا يهربوا، وبيبقى تشين شايلها عشان يروحها البيت، ولكن يو بترفض وبتخليه ينزلها، وبتعرفه إنه واحد كداب ومش عايزة تشوف وشه تاني، وبتمشي مع تان. وتاني يوم بيروح لها البيت وبيعرفها إنه كان بيضحك على عمها عشان ياخد منه معلومات مش أكتر، وكل ده عشان يساعدها، ولكن بترفض تصدقه. فبيروح وراها على الشركة وبيفضل يعتذر لها، ومجلس النميمة بيبقوا متعاطفين معاه وشايفين يو قادرة ومفترية لأن محدش يزعل من القمر ده. لو نركز في شغلنا كان زماننا في حتة تانية. ويو بيجيلها اتصال من تانا اللي بيعرفها إن عمها مخبي الملفات في مخزن الشركة، فبتنزل تدور عليها. والمصيبة إن تشن بيبقى هو كمان تحت، فبيستخبى قبل ما تشوفه، ولكن المخرج الهندي بيخليه يطلع ينقذها، وده لأن الملفات كانت هتقع عليها وما نعرفش جت منين. وبنتنا بتبقى مزنوقة فبتضطر إن هي تسامحه، أو بمعنى أصح بتضعف، خصوصا إنهم بيكتشفوا إنهم اتحبسوا جوه. وبتبقى لقيت الملفات اللي بتدور عليها، فبتبدأ تقراها وبتكتشف إن عمها مختلس وبياخد من فلوس الشركة، وبتبقى عايزة تبلغ عنه، ولكن تشن بيطلب منها تستنى لما يجمعوا أدلة أكتر. وبيبقى الجو ساقعة فبيجيب لها بطانية وبيغطيها، ما ينفعش، المفروض تقلع الجاكيت. وبيكسر الباب بعضلاته الفتاكة وبيشيلها في نص الشركة، وكالعادة مجلس النميمة بيشجعه. تقريبا كده دور الطرف الثالث في العلاقة السوداء دي. وبعد شوية تام بيجي، وزي ما قلتلكم ممثل مشهور وكل البنات بتحبه وكل البنات حلوين، وعشان كده كل الستات بيقعدوا يبصوا عليه ويتغزلوا في جماله. أنا بقول نقفل الشركة دي ونخلص. حاسة إني شخصنت الموضوع شوية، ممكن تدوني عنوانها واروح أنا ألم كل الرجالة الحلوين اللي هناك. وبيبقى جاي هنا عشان يقابل يو، بيعرفها إنه مسك دليل على مساعد عمها، وهي المفروض تطرده من الشركة عشان يوقعوا وياخدوا منه اعترافه ويرموه في السجن. وفعلا بتعمل كده وبتبدأ تتهمه بالتقصير واستغلال نفوذه، ولكن ده راجل حرباية متلون بيهرب من كل التهم. وبعد شوية تشين بيكتشف إن ده واحد واخده وما شافش بربع جنيه تربية، وده لأنه بيقرب من الموظفات، فبيبعدوا عنها وبيكب عليه القهوة وبيعرفوا إن ده لو اتكرر تاني مش هيسيبه. بس الوغد مش بيسكت وبيستغل إن كل اللي في الشركة مشيوا، وبيطلب من الموظفة تقعد لوقت إضافي، وبيهددها لو رفضت هيطردها، فبتضطر تسمع كلامه، خصوصا إنها غلبانة ومش معاها فلوس وبتضطر تشتغل عشان تربي بنتها بعد الطلاق من جوزها. والوغد بيستغل كده وبيحاول يقرب منها تاني، بس المرة دي يو هي اللي بتشوفه، فبتزعقله وبتطرده من الشركة لأنها محترمة، وبتروح مع الموظفة للحديقة. وبيبقى النهاردة عيد ميلاد بنتها، فبيفضلوا يلعبوا معاها لأنها غلبانة وملهاش حد. والبنت الذكية بتقول لهم إيه ده، انتوا لايقين على بعض خالص ولا الممثلين اللي بيطلعوا في الأفلام. وبعد شوية تشين بيجي لابس دبدوب وبيدي الطفل هدية، وكمان بيدي ليو اللي بتتبسط لأن محدش اهتم بيها كده، خصوصا بعد موت والدها. ولما تشين بيروح بيفضل يبص على صورها، فجون بيسأله إذا كان وقع، فبيديله واحدة احترم نفسك وشوف شغلك. وفجأة بيسمعوا كلام ما بين عمها والراجل الوغد، وبيبقى بيهددوا لو مرجعهوش الشركة تاني هيفضحوا. وبنعرف إن تشين كان حاطط جهاز تصنت في الفلاشة اللي اداها لعمها عشان يعرف يتجسس عليه، فبيروح يحذر يو اللي بتقرر تلعب عليهم، خصوصا إن عمها دلوقتي عامل اجتماع مفاجئ، وبيقول لها إن ده شغال معاهم من زمان وشاطر فمش هيلاقوله بديل. وكمان الموظفة هي اللي كانت بتحاول تقرب منه، وبيضغط على باقي العيلة عشان يأيدوا كلامه. فيو بتقول لهم أنا موافقة نرجعه، بس نخلي الموضوع ده سر عشان لو اتعرف سمعتنا هتبقى في التراب، وممكن الموظفين يرفعوا علينا قضايا والشركة تخسر. وبتبقى هي أصلا عندها خطة تانية، وخلت تشين ينشر فيديو الوغد لما كان بيقرب من الموظفة، على أساس إن في حد هو اللي عمل كده، وفضيحتهم بقت بجلاجل فلازم يتصرفوا. وفعلا الصحافة والإعلام بيبدأوا يهاجموهم، ويو بتقول لهم أنا عملت اللي عليا، بس كده هضطر أطرده عشان الأسهم. فعمها طبعا بيخرس، بينما الوغد بيعرفها إنه مش هيسيبها. ولما بترجع البيت تشين بيلبسها ساعة فيها جهاز تتبع، وده لأنه قلقان عليها عشان المشاكل بدأت تكتر، وبعد كده بيسيبها وبيروح. وفجأة الوغد بيظهر وبيبقى عايز يخلص عليها، ولكن تشين بيرجع تاني وبيضربه، فبيحاول يهرب منهم، ولكن عربية بتخبطه وهو بيعدي الشارع، وبيحاول يتوب قبل ما يموت، فبيديهم الفلاشة اللي في جيبه وبيبقى عليها الحقيقة. ولما بتفتحها بتكتشف إن عمها كان بيهدد باباها بعد ما طرده من الشركة، خصوصا لما اكتشف موضوع الاختلاس، وبيعرفوا لو ما رجعهوش الشركة تاني هيموته. بعد كده الفيديو بيفصل ومش بيعرفوا اللي حصل، وبتبقى عايزة تودي الفيديو ده للبوليس، ولكن تشين بيطلب منها تهدى لأن ده مش كفاية ولازم يجيبوا اعتراف من عمها شخصيا. بس يو مش بتسكت، وتاني يوم بتروح تقابل عمها وبتواجهه بالفيديو والمستندات اللي معاها، فبينكر بحجة إن مفيش أخ هيموت أخوه عشان الفلوس. يا أصيل يا محترم. فبتقوله إنها هتخرج من عنده وتروح للبوليس، وأول ما بتطلع مش بتلحق تتهنى، وده لأنه بيخطفها.
وبيبعت باقي رجالته على بيتها عشان يجمعوا كل المستندات والأدلة اللي هناك، والمرة دي بيقرر يخلص عليها لأنها زي القطط ب7 أرواح وبتهرب. فبيكلمها في التليفون وبيديها رسالة الوداع واللي هو سلمي على أبوكي، والرجالة بيرموها في المية. وتشن بيقدر يحدد مكانها عن طريق الساعة وبيجي وبينقذها على آخر لحظة، وبعد كده بيروحها البيت وبيطلب منها تستحمى وتغير هدومها وتنسى اللي حصل. وأول ما بتدخل الحمام بتقعد تفكر فيه وعشان كده مش بتاخد بالها وبتتزحلق، وللأسف تشين بيتخض وبيدخل وبيشوفها كده فبيغمض عينيه لحد ما بيغطيها بالفوطة. ابننا راجل محترم، ولكن بنتنا مش محترمة، وده لأنها بتتحجج إن إيديها وجعاها عشان ينشف لها شعرها. احنا مش عايزين. وفعلا أبو شيماء كان هيتهور، ولكن جون بيبعت له رسالة وده لأنه عايزه فبيسيبها وبيمشي. وطبعا مش بتعرف تنام بعد اللي حصل، وتاني يوم بتفضل قاعدة مستنياه زي ما اتفقوا ولكنه مش بيجي. وبيبقى دلوقتي في الشركة مع عمها وبيهددوا انه هيفضحه ويبلغ عنه لو قرب منها تاني، فبيرفع عليه المسدس واللي هو مش هتلحق، بس تشين بيغفله وبياخده منه. وبتوصل يوم مع الرجالة وبيقبضوا على عمها، وبتبقى عرفت مكانة شن وده لأن هي كمان مهكرة فعلا إنها علاقة مثالية. المهم لما بيتقبض على عمها بيعرفها إنه بريء وما عملش حاجة، ويوب تتعاطف معاه وبتبدأ تفكر في كلامه، ولكن تشين بينصحها تنسى لأن أكيد ده واحد خبيث. وبيروحوا يدوروا في خزنته ولكن بتبقى فاضية لحد ما الموظف بيجي يعرفهم إن هم اتسرقوا، والشركة المنافسة نزلت تصميماتهم الجديدة من المجوهرات وأسهمهم بتهبط. فيوب تجتمع بالموظفين وبتعرفهم إن خلال ال3 أيام الجايين محدش هيروح بيته لحد ما يحلوا المشكلة دي، وهيشتغلوا طول الوقت ومش عايزة تلمح مجالس نميمة تاني. ولما بترجع مكتبها بتبدأ تشتغل على تصميمات جديدة، وتشين الحنين بيدعمها وبيجيب لها شاي، أو طبعا الشاي أهم حاجة في أي علاقة. المهم إنها بتطلب منه يمشي لأن طول ما هو قدامها مش هتعرف تركز، وبتفضل سهرانة طول الليل لحد ما بتخلص التصميمات. بعد كده تشين بيجي ياخدها يروحها، وفجأة بيجي واحد من الموظفين بيدخل مكتبها عشان يسرق التصميمات الجديدة، ولكن تشين بيمسكه وبيبقى عارف أصلا إن الجاسوس هيظهر النهاردة، وعشان كده فضلوا قاعدين في الشركة ومستخبيين. فبيبلغوا البوليس وبيقبضوا عليه، وتاني يوم بيبقى إصدار المجموعة الجديدة وبتبقى محققة نجاح باهر، خصوصا إن تان هو اللي بيروج لهم، وبيبقى المفروض هيصور إعلان كمان وبتبقى عايزة تروح تتفرج عليه وتدعمه، ولكن تشين بيرفض بحجة إنه خايف عليها، ولكن في الحقيقة بيبقى غيران. وفي النهاية يوب بتروح، وده لأن هناك هيكون في برنامج بيستضيفها، وده طبعا هيزود شهرتها أكتر. وأول ما بتخلص تشين بيروح يشجعها، وتم بيتغاظ لأنه كده سبقه. وفجأة الممثلة اللي معاه بتقع وبتروح المستشفى، والمخرج بيبقى خلقه ضيق وما عندوش استعداد يأجل التصوير، فتم بيقترح ان يو تمثل معاه، فبتوافق. وبيبقى مشهد عريس وعروسة لابسين مجوهرات من عندها، وبيبقى المفروض في قبلة، فتشين بيتدخل واللي هو لا ما اتفقناش على كده. فتم بيتحجج واللي هو ماليش دعوة، ده السيناريو مش بجيب حاجة من عندي. فتشين بيهددهم واللي هو يتعدلوا المشهد يا هاخدها ونمشي، فبيضطروا يوافقوا على كلامه وبيبوسها من راسها. وبيبقى غيران اكتر لان كل الناس اللي في المكان شايفينهم لايقين على بعض خالص والمفروض يتجوزوا. ولما بيخلصوا تم بيمسك ايديها عشان تيجي تتعشى معاه، ولكن تشين بيمسك الناحية التانية واللي هو لا هتتعشى في بيتنا، ما تزعلوش نفسكوا، ارموا البطلة انا جاية في اقرب طيارة على الصين. ويوبي تقرر تحل المشكلة، فبيقعدوا ياكلوا هما ال3، وطبعا كل واحد من الرجالة بيعلي على التاني في الاهتمام. يعني علينا واحنا مش لاقيين بورس يعبرنا. وتشين مش بيقدر يستحمل الوضع فبياخدها وبيمشي، وبيسألها اذا كانت معجبة بتان، فبتعرفه ان ده صديقها مش اكتر، فبيطلب منها تنهي علاقتها بيه، فبترفضه ده لانه زي اخوها ومتربيين سوا من لما كانوا صغيرين. وبترجع البيت زعلانه ومش بترضى تتكلم معاه، ولكن تاني يوم بتلاقيه صاحي من بدري عشان يجهز لها الفطار، وبيعتذر لها على اللي قاله، فبتسامحه وده لانها طفصه وماشيه بمبدأ املى بطني تكسب قلبي. ولما بتروح الشركه بتلاقي تان جاي يبص عليها ويوريها صورهم في الاعلان، وده لان في مجله خدتهم وقالت ان هم ثنائي مثالي. وطبعا بنتنا بتبقى فرحانه، كل دي دعايه ببلاش للمجوهرات. بينما مجلس النميمة بيبقى له رأي تاني، وده لأن هم شايفين إن مثلثات الحب هتبدأ، وده لأن تشين جاي دلوقتي ولما يشوف تان هيتخانقوا سوا والأحداث هتسخن. وطبعا البنات حاقدين على البطلة زينا بالظبط ونفسهم يرموها وياخدوا مكانها، وفعلا بيبقى عندهم حق، وده لأن لما تشين بيجي وبيلاقيه قريب منها بيروح يقف جنبها برضه، وبيقعد يعدل لها شعرها ويدلعها، والرجالة مش طايقين بعض. وبينقذ الموقف الموظفة الجدعة اللي بتعرفهم إن في شغل، ويوبي تقرر تكافئ الموظفين على تعبهم في الفترة اللي فاتت، فبتطلعهم رحلة على حسابها. ولما بيوصلوا هناك بيتفاجئوا إن تان جاي هو كمان، على أساس بقى يونسهم ويتسلى معاهم. ومش محتاجة أقول إن الأوضاع بتبقى ملتهبة ما بين الرجالة لحد ميعاد النوم، وتشين بيبقى المفروض هيوصلها ولكن بيجيله اتصال وبيروح بعيد عشان يرد، فتان بيستغل الفرصة وبيتمشى معاها وكمان بيديها هدية. فبنتنا بتفرح وبتشكره، بعد كده بتدخل أوضتها عشان تنام، وبنلاحظ إن في حد بيصورهم من بعيد،
وبعد شوية مش بتعرف تنام فبتقرر تروح الينابيع على أساس دلوقتي هتبقى فاضية ومفيش حد هناك. وأول ما بتنزل بتتزحلق ولكن تشين بيلحقها، طلع منين ده أنا معرفش، وبتبقى رجلها اتلوت فبيدلكها لها وبعد كده بيوصلها الأوضة وبتخلص الرحلة. ولما كانوا مروحين يوب تتفاجئ إن صورها مع تان انتشرت والصحافة بتبدأ تهاجمها، وده لأنها كده واحدة مش محترمة وبتعرف راجلين في نفس الوقت. فتشين بيهديها وبيعرفها إنه واثق فيها، فبتتشجع وبتعرف الصحافة إن تان صديقها مش أكتر، والشخص اللي بيتجسس عليهم وبعت الصور هو اللي غلطان وقصد يعمل كده وهترفع عليه قضية. وتشين هو كمان بيجمع الموظفين وبيطلع في بث وبيعرفهم إن يو تبقى خطيبته وست محترمة وملهاش أي علاقات تانية وهو واثق فيها. وتن هو كمان بيطلع في فيديو برضه بيطمن معجباته إنه سنجل ويو أخته. افضل ماسك نفسك كده لحد ما أجيلك. وبنعرف إن ورا الموضوع ده واحدة من معجبين تان، أو بمعنى أصح مهووسة بيه، وبتبقى غيرانة من يو لأنها أساسا مخطوبة فليه بقى تاخده. فبتبدأ في حملة كبيرة ضدها وبتبعت لها رسائل شتيمة على النت وبتجمع كل المهووسين أمثالها وبيضربوا يو هي ماشية في الشارع. ولما تشين بيجي ينقذها منهم مش بتكتفي بكده وبتبعت لها رسائل تحذير جوه الشركة نفسها، ويو مش بتهتم لحد ما بتجيلها رسالة لو عايزة تعرف مين اللي موت باباها تطلع على السطح دلوقتي. وأول ما بتطلع بتتضرب على راسها وبتبقى المهووسة هي اللي عملت كده وضحكت عليها. بينما تشين بيبقى قاعد مع جون وبيحاولوا يعرفوا مين اللي نشر الفيديوهات، وبيكتشفوا ان حد من الشركة وموجود هناك دلوقتي، فبيقلق على يو ده لانها مش بترد عليه، فبيروح عشان يلحقها وبيلاقيها متكتفة والموظفة المهووسة ماسكاها وبتعرفه انه لو قرب هتزقها. فيو بتبدأ تضحك عليها واللي هو لو عملتيلي حاجة تانية هيزعل منك، وبتقعد تجرجرها في الكلام ولكن الموظفة مش بتتأثر وبتزقها وبتقع. فتشين بيطير، لا بيطير حرفيا، وفي نص الهوا بيمسكها وبيلف بيها. يا عيني يا نيوتن زمانك بتتعذب في تربتك دلوقتي. وبعد كده بيرجع وبيطير تاني وبيقف على السطح ولا كأن حاجة حصلت. وبعد كده بيجي تان مع البوليس وبيقبضوا على البنت دي اللي بتعرفوا انها عملت كل ده علشانه، فبيديها واحدة مش ذنبي ان انا وسيم وكلكم بتحبوني وتجروا ورايا. بينما تشن بيروحها البيت ولما بيلاقيها تعبانة بيقعد يعالجها، فبتستغل الفرصة وبتمسك فيه عشان يبات معاها بحجة انها خايفة، وطبعا بيتهور وبيتم تناول الرميوم بنجاح. وتاني يوم بيصحوا على صوت تاني اللي بيبقى جاي يطمن عليها وبيتصدم لما بيشوف تشن واللي هو بتعمل ايه هنا، فبيفكروا انه خاطبها وبيتعمد يغيظوا وبيحضروا هما الاتنين الفطار سوا. وتان بيلاقيه مخبي ورق في جيبه وبيحس ان وراه حاجة غريبة فبيسيبهم وبيمشي. بينما يو بتتصدم وده لأنه بيجيلها اتصال وبتعرف إن عمها مات في السجن، وآخر حاجة إنه بريء ومجاش جنب أبوها، فبتحس إن في حاجة غلط. وللأسف خبر موته بيأثر على الشركة وسعر الأسهم بيقع، وبتبقى محتاجة 100 مليون عشان تعوض الخسارة دي وإلا الشركة هتتقفل. فتشن بيجي وبيبقى عايز يتبرع لها بالفلوس اللي معاه وبيبقوا حوالي 20 ولكنها بترفض تاخدهم. فالموظفة بتقول لها مش وقت محن الشركة بتضيع، خدي الفلوس احنا مش لاقيين حد يعبرنا. فبتوافق وبالليل بتروح تقابل واحد من صحاب ابوها والمفروض ده راجل حنين وهيسلفها، ولكن بيطلع راجل واخده وبيحاول يقرب منها لحد ما تشن بيجي يضربه وبيعاتبها عشان خبت عنه وبيطلب منها ترتاح وهو هيجمع الفلوس. ولما بترجع الشركة بتلاقي تام بيعرض عليها يسلفها كل الفلوس اللي محتاجاها بس بشرط تتجوزه، وده كله عشان خاطر يبقى جنبها وشركاتهم تتحد سوا وما يحصلهاش أزمات تانية. نسيت أعرفكم إن تان ابن أغنى عيلة في البلد وبيلعبوا بالمليارات لعب، ويو بتحس ان عليها ضغط كبير قوي فبتضطر توافق وبتروح معاه يجهزوا فستان الخطوبة. ولما تشين بيعرف بيروح جري وبيوقفهم وبيطلب من يو تيجي معاه لانه حل المشكلة خلاص، بس تام بيمسك فيها واللي هو ده انا صاحبك وكمان فلوسي حاضرة وعلى الترابيزة. ولكن بنتنا بتسمع كلام قلبها وبتجري مع تشين وبيرجعوا الشركة، وبيعرفها ان في بنك لسه فاتح جديد ومستعد يسلفهم المبلغ. وبتيجي مديرة البنك بنفسها تتكلم مع يو وبيمضوا الاوراق، والبنت دي بيبقى اسمها بيبو وبتعرف يو انها عملت كده عشان خاطر عيون القمر اللي جنبها، فبتبدأ تغير وبتفكرهم مرتبطين. وقبل ما تتعصب عليه بيتصل بجون وبيجيبه، وبيبو بتروح له وبنعرف ان هي وجون كانوا مرتبطين زمان ولكنها سافرت عشان تشتغل ومن ساعتها وهو زعلان منها، فدلوقتي بتحاول تصلح الوضع وبتفضل تعتذر له عشان قلبه طيب بيسامحها. بينما بقى أبطالنا بيبقوا قاعدين ياكلوا راميون والمرة دي حلال، وبيبقى تشين هو اللي عامله وعشان كده بتغفله وبتبوسه من خده وبتشكره، فبيتكسف وقبل ما يردها لها بتجيله رسالة من شخص مجهول بيطلب منه يجي منطقة معينة لو عايز يعرف الحقيقة. فيو بتمسك فيه وبتروح معاه وبيبقى المكان مهجور وبيحاولوا يتمشوا وبيستخبوا من الحراس لحد ما بيلاقوا واحد بيصنع أحجار مزيفة وبيبيعها على إنها أصلية.
وبيكملوا تدوير لحد ما بيلاقوا مختبر تاني جوه والمرة دي بيبقى فاضي، وبينقلوا كل البيانات اللي موجودة على اللاب، وفجأة بيستخبوا لما بيسمعوا صوت حد جاي وبيبقوا شاكين إن في حد هنا، فبيفضلوا يدوروا عليهم ولكن أبطالنا بينجحوا يستخبوا والعصابة بيمشوا، ده لأن زعيمهم وصل ولازم يستقبلوه. والأبطال بيستغلوا اللحظة دي وبيحاولوا يهربوا، بس ده بيبقى فخ والرجالة بتطلع عليهم وبيضربوهم، فبيضطروا يرجعوا تاني يستخبوا في المختبر لأن ده أأمن مكان ومحدش هيدور عليهم فيه. وبالصدفة بيسمعوا الزعيم وهو بيتكلم مع المساعدة بره، ويو بتحس إن صوته مميز وسمعته قبل كده، وبيحاولوا يهربوا تاني بس العصابة بتحاصرهم والزعيم بيدي أوامر يموتوا تشن بس محدش يقرب من يو. وطبعا ابننا جامد وبيضربهم كلهم، فالمساعدة بتتدخل وبترفع المسدس ناحية يو، فالزعيم بيزعق لها بصوت عالي وبيوقفها وبيسمح لهم يهربوا، فبتبدأ تشك في الموضوع. وتشين مش بيسكت وبالليل بيروح مع جون لنفس المكان، ولكن المفاجأة بيبقى كل حاجة اتشالت، فبيفضلوا يدوروا عشان يمسكوا أي دليل لحد ما تشين بيلاقي وردة من النوع النادر، وبيبقى في مكان واحد بس هو اللي بيبيعها، فبيروحوا هناك وبيسألوا عن صاحبة المحل، والبياعة بترفض تقولهم، فبيعملوا نفسهم زباين وبيقعدوا عشان جون يهكر السيستم، وتشين بيكتشف إن هي نفسها المساعدة الشريرة اللي شافها امبارح، ولما بيروح يتكلم معاها بتمثل إنها مش عارفاه وبتطردهم من المكان، وبعدها بتتصل بالزعيم وبتحكي له كل حاجة، فبيأمرها تيجي تقابله، وبيعرفها إن طالما وصلوا لها كده في خطر عليها ولازم تهرب بره البلد، وبيديها مشروبها المفضل اللي عمله مخصوص عشانها، فبتتبسط إنه بيهتم بيها وده لأنها معجبة بيه. وعلى الجانب الآخر يو بتبقى قاعدة مع بيبو لأن النهاردة عيد ميلادها ونفسها تعمل حاجة مميزة لجون، وده لأنه مبقاش مهتم بيها زي الأول، فبنتنا بتنصحها بالرومانسية المبتذلة لأنها اللي بتجيب نتيجة اليومين دول، وبيبو بتبقى طالبة شاطرة وده لأنها بتروح تتكلم مع جون اللي بيعرفها إنه مشغول، فبتتقمص روح المخرج الهندي وبتمثل إنها اتزحلقت فبيجري يلحقها وخلاص كده مبروك علينا. ويو بتبقى فرحانة إن خطتها نجحت، فبتروح تقعد في الينابيع وبتفتكر تشين، ولما بتتصل بيه مش بيرد عليها، وده لأنه بيراقب المساعدة وبيبقى عايز يمسكها قبل ما تهرب، بس من حظه إنه بيغمى عليها في الشارع، فبياخدها على المستشفى والدكتور بيعرفه إنها تعرضت لتسمم وكمان شوية هتفوق، فبيتصل على يو عشان يعرفها ولكن تليفونها بيبقى مقفول، فبيقلق عليها، فبيعرف مكانها عن طريق الساعة وبيلاقيها واقفة رايقة بتستمتع بالألعاب النارية والاحتفالات، وبيبقى جون الرومانسي هو اللي عمل كده عشان خاطر بيبو، يعني مش لاقيين صرصار يعبرنا. وعلى الجانب الآخر الزعيم بيتعصب لما بيعرف إن المساعدة لسه عايشة، وده لأن هو اللي حط السم عشان يموتها، فدلوقتي بيبعت واحد من رجالته عشان يخلص عليها في المستشفى، وفعلا بيحط لها الحقنة في المحلول وبيبدأ يدور في حاجتها على أي دليل ممكن يكون ضدهم، ولكن بيجري يستخبى بعد ما سمع صوت، وبيبقى الأبطال جايين يطمنوا عليها، ولما بتكتشف إن الزعيم هو اللي حاول يخلص منها بتقرر تتوب في آخر 5 دقايق وتعرفهم الحقيقة، بس مش بتلحق، وده لأن مفعول الحقنة بيشتغل وبيغمى عليها والدكاترة بيجوا ينقذوها، وبتبقى بتشاور على هدومها، وبيفضلوا يدوروا لحد ما بيلاقوا ظرف سري وبيظهر واحد من العصابة وبيمسك يو، وبيأمر تشين يديله الظرف وإلا هيخلص عليها، فبيغفله وبيضربه بالكوتشينة، ولكن الراجل الشرير بيقطع حتة من الظرف وبياخدها وبيجري، ويو بتزعل لأن دي كانت صورة باباها مع المجرم بس دلوقتي مش هتعرف هو مين، والدكتور بيطلع يعرفهم إن المساعدة دخلت في غيبوبة وهتحتاج كام يوم عشان تفوق، ولما بترجع الشركة تام بيجي يديها صورها مع تشين وبيعرفها إنه كان موجود يوم الحادثة جنب العربية، فبتستغرب وده لأنها مش فاكرة حاجة، وده لأنها بعد الحادثة فقدت جزء من ذكرياتها، وتام بيفكرها إن تشين كان بيجري وراها زمان ولكنها رفضته فرجع دلوقتي عشان ينتقم منها، ولما تشين بيجي مش بتديله فرصة يدافع عن نفسه وبتعرفه إنها مش عايزة تشوف وشه تاني وبتطرده، والخبر بينتشر في المكان ومجلس النميمة بيبقى زعلان واللي هو يا خسارة هننم على مين تاني، مش حاسين مثلا إن عينيكوا هي السبب. وبالليل تشين بيفضل ماشي وراها وبيعتذر لها ولكنها مش بتسمعه، فبيعرفها إنه هيفضل واقف مستنيها تحت المطر في عز السقعة لحد ما تحن، وفجأة النور بيقطع وبيقلق عليها وبيطلب منها تفتح له الباب، وبنعرف إن جون وبيبو هما اللي عملوا كده وهكروا سيستم الفيلا عشان يفصلوا النور، فيو تخاف وتفتح لتشين ويقربوا من بعض، ما يعرفوش إن في واحد من العصابة جوه وماسك فيو دلوقتي، ومن حظها الحلو إن تشين بيكسر الباب وبيضرب الراجل ولكنه بيقوم وبيضربه في بطنه وبيهرب، فبتقلق عليه وبتبدأ تعالجه، فتشين بيقول لها فداكي يا ريتني اتضربت من زمان عشان أعرف إنك بتخافي عليا كده بذمتك ده وقت محن، وبيعترف لها إنه فعلا كان بيحبها زمان ولكنهم كانوا مرتبطين عادي، بس هي بعد الحادثة نسيته فقرر يقرب منها من الأول وجديد، فبنتنا بتسامحه وبتبقى عايشة في دور سعاد حسني الحياة بقى لونها بامبي وأنا جنبك وأنت جنبي، وبترجع لشغلها، وفي مرة بتلاقي تان جاي وجايب لها ورد، وبيبقى مستغرب ازاي سمحت تشن بعد كل اللي عرفته، فبتعرفه انه مظلوم وان هما خلاص هيتجوزوا، وبعد لما بيمشي تشين بيجي وبيعمل لها عرض بالكوتشينة احنا في السيرك ولا ايه،
وبعد كده بينزل على ركبته وبيطلع الخاتم وبيتقدم لها فبتوافق. ولما بيقرب منها جون وبيبو بيقفشوهم واللي هو كملوا كملوا ولا كأننا موجودين. يا جماعة قلنا 100 مرة نقدر الخصوصية شوية، خصوصية مين دي ماتت من زمان. وبنلاقي الكابل التاني رايح معاهم عشان يقيسوا البدلة وفستان الفرح، تقريبا كده ناويين يوفروا ويعملوا فرح واحد مع الأبطال وخلاص. واللي لما بيخرجوا بالليل تشين بيطلب منها تستناه عقبال ما يجيب لها المية ويجي، ولكن بتيجي عصابة وبتخطفها، ولما بتفوق بتلاقي نفسها في مكان غريب وبتقعد تبص حواليها لحد ما بتلاقي حيطة مليانة صور ليها، وفجأة بيجي حد من وراها يحضنها وبيبقى تان. وبنعرف إن هو اللي خطفها عشان مش عايزها تتجوز تشين، وده لأنه بيحبها. فبتفهمه للمرة المليون إنه صديقها وزي أخوها مش أكتر، فبيطلب منها تقعد وتفكر في كلامه إيه اللي هيخلص على تشين اللي بيبقى وصل تحت في اللحظة دي، وبيلاقي رجالة كتير وبيحاربهم بالكوتشينة. ابننا جامد، نوفر فلوس الجيم بعد كده مش محتاجين العضلات خلاص. وتم بيأمر رجالته يخلصوا عليه، ولكن ابننا بيوقعهم كلهم على الأرض، فبيطلع هو بنفسه يكمل المهمة دي وبيرفع عليه المسدس وبيضربه في رجليه، ويو بتبقى واقفة فوق وشايفة كل حاجة وبتفضل تصوت وتترجاه يسيبه، ولكن مش بيسمعها لأن الإزاز عازل للصوت. وآخر ما بتزهق بتكسره بإيديها وبتهرب وبتطلب من تاني يسيبه، وبتبقى واقفة قدامه عشان تحميه، ولكن تشين بيزقها وبياخد الطلقة مكانها، والبوليس بيجي يقبض عليه، وبنعرف إن هو الزعيم السايكو وكان السبب في موت باباها وعمها عشان تبقى وحيدة ومحدش يبقى جنبها غيره، فتضطر بكده إنها تتجوزه لأنه بيحبها بجنون. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، أهو كده هيقضي باقي عمره في السجن. المهم إنهم بياخدوا تشين على المستشفى، والدكتور بيعرفهم إن حالته خطيرة والعملية ممكن تأثر على حياته، ولكن يو بتمضي على التقرير وبتصمم إنه يعملها، وبتفضل قاعدة جنبه فترة طويلة ومستنياه لحد ما يفوق. ولما بيفوق مش بيبقى فاكرها، فيو بتزعل، ولكن كل ده بيبقى تغفيلة عشان يتقدم لها تاني، والمرة دي بيبقى عنده ضمير وصارف ومكلف، فبيجيب ورد وبيجهز المكان، وبعدها بيعملوا الفرح. وبنشوف جون اللي بيقرر يستغل اللمة الحلوة دي ويتقدم لبيبو هو كمان، وبيبقوا كلهم مع بعض في الآخر وبيخلص المسلسل على كده. وطبعا أهم حاجة اتعلمناها من المسلسل، محتاجين نعرف عنوان الشركة ضروري، أولا عشان نضرب الموظفين النمامين، ثانيا عشان نلم الرجالة الموظف لأنهم يخصوني. ولو وصلتوا لهنا تبقوا من متابعيني الأصليين جدا 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 اللي هيظبطوني ويقدروا تعبي ويحطوا لايك للفيديو يوصلوا ل10,000 لايك. وما تكسلوش يا حبايبي عشان تدعموني، وكمان اشتركوا في القناة، عايزين نكمل النص مليون، ومستنية رأيكم تحت في التعليقات والمسلسلات اللي انتوا عايزينها. باي.